صباح الخير. ازيكم؟ هنعمل النهاردة الكوسة بالبشاميل ومدخنة زي ما شايفينها كده. شكل شهي وطعم وريحة حلوة جدا. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وهنبدأ دلوقتي مع بعض بالمكونات. وطبعا كل المكونات والمقادير والوصفة هتكون في صندوق الوصف. بس هنبدأ دلوقتي مع بعض. أول حاجة هنعملها اللحمة المفرومة أو اللي هو العصاج. معانا البصل حوالي زي 4 بصلات. هحط الكيلو اللحمة وأنا هاخد منه الكمية اللي أنا عايزاها. لو انتي عندك مثلا النص كيلو لحمة أو ربع كيلو لحمة هتحطي مثلا معاهم بصلتين. هنكتب طبعا المقادير. أنا عاملة كده كيلو اللحمة. حطيت 4 بصلات الأول وحطيتهم يتبلوا بالسمنة والزيت أو الزبدة والزيت. هحط بقى معاهم بعد ما دبلت هحط معاها البصلة. هحط اللحمة المفرومة. هحط ورق اللورة. وبعدين هحط مش هحط الملح دلوقتي. حطيت ورق اللورة. حطيت يعني ربع معلقة من الحبهان البودر. حطيت فلفل أخضر قرون. حطيت فلفل أسود. حطيت القرفة بتدي ريحة حلوة قوي وبتدي طعم. هقلب اللحمة وبعدين هسيبها شوية لما تتشرب المية بتاعتها وتبدأ تدخل في السوا. هحط عليها الملح في الآخر. وبعدين أنا هعمل فيها تركة كده. بعد ما تستوي اللحمة أنا في الفحمية بحرقها على البوتاجاز. وبعدين أحطها في ورقة الفويل وأروح حط عليها الزيت وأروح قافلة عليها مغطية عليها على طول. بتديكي ريحة التدخين والطعم المدخن بتاع اللحمة وبتدي ريحة حلوة قوي. ممكن لو انت عايزة تحتفظي باللحمة بتشيلي جزء منها وانا مخلية جزء للكوسة. هنبدأ دلوقتي كده بالكوسة. الكوسة طبعا بنشتريها بتكون مخضرة شوية، ما تكونش دبلانة ولا تكون مصفرة، علشان بتبقى ليها طبعا الفايدة بتاعتها والطعم بتاعها. وتعرفي ان انت تقشريها. انا هقشرها بالمقشرة كده علشان ما تتقشرش كلها. بيبقى فيها لسه القشر والفايدة بتاعته زي ما شايفين كده. هغسلها كلها بعد ما انا كحتها كده بالمقشرة. هغسلها وهرجع اقطعها تاني. هنقطعها مش هقطعها رقيق قوي، بقطعها حوالي زي 2 سنتي كده. او يعني مش عايزة ان هي تبقى رقيقة عشان ما تتهريش. هرجع هشطفها تاني. هبدأ كده أشوح الكوسة. هحط زبدة وزيت أو سمنة. هحط الكوسة وبعدين هحط معاها بصلتين مفرومين. هحطهم يتشوحوا لغاية لما الكوسة تبدأ إن هي تدبل شوية. هحط عليها قطعة ماجي وهحط عليها ملح بسيط علشان ما يزيدش الملح عليها علشان حطيت طبعا الماجي. وبعدين هحط عليها فلفل اسود وقطعة فلفل اخضر. انا بشوحها هخليها تسوية 3/4 تسوية علشان ما تتهريش وتفضل محتفظة بالقطع بتاعة الكوسة. حطيت يعني بسيط كده من بشر جوز الطيب بيدي نكهة حلوة قوي للكوسة. وفي تركة كده تانية للكوسة لو انت حابة تعمليها ممكن تعمليها. انا حطيت فحمية برضو للكوسة لوحدها. اوكي، فحمة برضو مولعاها وغطيتها. بس دي انا ما جبتهاش يعني ما جاتش في الفيديو. هنبدأ كده نعمل البشاميل. هنحط 4 معالق زبدة او سمنة. هحط معاهم
زيت، وبعدين هحط 4 معالق من الدقيق. هقلب الدقيق بالشكل ده لغاية لما يبقى ليه ريحة تطلع ويتحمر كده شوية. هحط عليه اللبن، يعني ناخد بالنا ان اللبن ما يكونش ساخن علشان ما البشاميل او الدقيق ما يكلكعش. هحط اللبن كده مع التقليب المستمر وانا بقلب. ولو انت عندك شوربة ممكن تزودي بشوية شوربة. انا حطيت تقريبا لتر اللبن وحطيت عليه كوباية من الشوربة، لان انا مش عايزة البشاميل بتاع الكوسة يبقى تقيل كده لغاية القوام. لما تقل شوية بتاع الكوسة حطيت قطعة من الجبنة اللي هي المثلثات، وقطعة من الجبنة الموزاريلا. حطيت الفلفل الأسود، الملح، حطيت كده جوزة الطيب، بشر جوزة الطيب بسيط زي ما شايفين كده. هقلب، هرفع كده البشاميل. هبدأ كده المرحلة الأخيرة إن أنا بحط بقى الحاجة في الطبق البايركس أو الطاجن أو الصينية. حطيت كده كبشة من البشاميل في قاع الطبق طبعا بعد ما دهنته. وبعدين حطيت البشاميل، حطيت الطبقة بتاعت الكوسة، حطيت الطبقة بتاعت اللحمة المفرومة العصاج، وبعدين حطيت البشاميل بالشكل ده زي ما شايفين كده. هفرده وبعدين هخبط الطبق كده على الترابيزة او على الكونتر زي ما شايفين كده، ونكون حريصين قوي طبعا مش نخبط ان هو يتكسر يعني. بعدين عندي الجبنة الموزاريلا هحطها على الوش. لو انت ما عندكيش جبنة موزاريلا تحطيها ما فيش مشكلة، عشان الوش يحمر ممكن ان انت معلقة قشطة تروحي حطاها على الطبق من على الوش، او تخلي البشاميل يحمر. في ملحوظة انا ما قلتهاش، انا حاطه اللبن كامل الدسم عشان بيدي طعم للبشاميل، وحطيت عليه معلقة قشطة على فكرة. حطيتها بقى في فرن حوالي درجة حرارة 180، وطبعا كل حاجة فيها مستوية مش محتاجة ان هي تستوي بس. والشواية فتحتها حوالي زي 5 دقايق لما احمر الوش وطلعناها بالشكل ده. شايفين الشكل بتاعها؟ وياريت ان شاء الله تبعتولي رأيكم، والى اللقاء في فيديو جديد.